صراحة وقت الوقوع في الخلاصة الأخيرة من المباراة. أمام منتخب قطري، أجواء الفرحة بدأت أيضا فوق أرضية الميدان بين الفلسطيني والسوري، ولا واحد كان يتوقع مثل هكذا إنجاز للمنتخبين السوري والفلسطيني في هذه المجموعة التي بعد مشاركتهما أيضا في المباراة التأهيلية من قبل أمام جنوب السودان ومنتخب ليبيا. لكن الملفت في هذه المباراة أن المنتخبان واللاعبين فوق أرضية الميدان رفضوا اللعب واكتفوا بنتيجة التعادل المؤهلة لكلا المنتخبين صفر سيد الحكم سوريا وكذلك فلسطين للدور ربع النهائي من هذه المسابقة. نقول لكم أرجو أنكم استمتعتم وأنكم تستمتعوا بهذه المباراة مثلما استمتعتم بالمباريات المشاهدين الأفاضل. شكرا لكم على أنغام وأجواء هذه الفرحة السورية والفلسطينية مقارنة 40 جول. أستودعكم الله وإلى اللقاء.